وبيبدأ الفيلم مع سيدة جميلة ومثيرة جدا اسمها ايوا، وبتكون مع بنتها اللي اسمها جولكا، ومنشوفهم عم يعملوا تسوق كرمال عيد ميلاد جولكا. وبيجي ادريان حبيب جولكا وبيوقف برا المول، وجولكا تفرح كتير لما بتشوفه. بس امها بتكون مو حابة علاقة بنتها مع ادريان، ودائما بتحذرها منه وبتطلب منها تبعد عنه. بس يلي بصير العكس تماما، جولكا تركض لبرا وبتحضن ادريان وبتبوسه، واما عم تتفرج ونحن كمان عم نتفرج ونشعر بالسعادة كمان، ومنعرف انه جولكا وادريان عاملين علاقة مع بعض من زمان كتير وعاملين مع بعض الكذا مزة. المهم بيخلصوا تسوق وبتطلع ايوا لبرا وبتشوف بنتها وادريان عم بيبوسوا بعض وبتنزعج كتير. بس يا حذركن ليش هي انزعجت؟ ما رح تتخيلوا، لانه ايوا انزعجت لانه هي منجذبة لأدريان كتير وبتحبه وبتحب تكون قريبة منه. ومنشوفهم بالسيارة مع بعض لأن جولكا عزمت أدريان على عيد ميلادها. أدريان انتبه لنظرات ايوا الغريبة والمريبة وصار يبادلها نفس النظرات. ايوا بتكون بدها تعمل كذا مزة معه، وبس يوصلوا على البيت بتعطي اغراض لبنتها وبتطلب منها اطلعن على البيت لحتى يخلال الجو مع أدريان وتشوف شو ممكن يتصرف. وكمان أدريان بيكون ناطر تحكي معه، ومنشوف الانجذاب بينهم الغريب. بس ايوا بتطالع الاغراض من السيارة وبتدخل على البيت وما بتحكي اي شي. وبيطلع أدريان وراها على البيت وبصير يتطلع عليها نظرات منحرفة جدا. ايوا بتحسسه انه هي مو حابة وجوده بالبيت، وبتخبره انه بعد ساعة الباص رح يغادر، لهيك انت لازم تغادر هلا. بس ادريان بيدخل على البيت ولا كأنه سمع شي، وبيحاول يحكي مع ايوا وبيخبرها انه جولكا عزمته على عيد ميلادها ورح تنزعج منه كتير اذا ما بيحضر عيد الميلاد. وايوا تسمع كلامه بس ما بترد عليه ابدا. وهون جولكا بتنزل لعند امها وبتكون لابسة ملابس سباحة مثيرة جدا، وجولكا بتخبر امها انه هي بدها تسبح مع ادريان بالبحيرة، وامها ما بيعجبها لباسها وبتطلع على ادريان وبتعرف انهم رح يعملوا كذا مزة، وبتغار كتير بس بتحاول ما تبين ردة فعلها. وبترد عليها انه هي رح تجهز الجاتو لعيد الميلاد لبين ما يرجعوا. بعد ما يروحوا تطلع ايوا لبرا وبتصير تتفرج عليهم، ومنشوفها مثل كأنها ندمانة ومتمنية تكون مكان بنتها لأن حاسة بانجذاب غير طبيعي تجاه أدريان. بس بتحاول تشغل حالها وتبعد هالتفكير عنها وبتصير تزين البيت لحفلة عيد الميلاد. وبعدين منشوفها عم تنظف البيت وبيدخل لعندها أدريان وبيضل يتطلع عليها ومركز معها بس ما بيحكي ولا كلمة. وبتسأله ايوا اذا كان بده شي وبيخبرها انه جولكا بدها الكريم الشمسي تبعها وهو ما عم يلاقيه. ومنشوف انه هالشي كان مجرد حجة لان هن الاثنين كانوا عم ينجذبوا لبعض اكتر واكتر لحد ما نحس انه كتير صار في حميمية بالموقف. وادريان ما بيتمالك حاله وبيحاول يقرب عليها ويلمسها على الأجزاء الناعمة، وإيوا بيعجبها هالشي كتير وما بتقاوم ولا بتمانع وبتضل واقفة مكانها. أدريان بينتهز الفرصة وبيتجرأ أكتر وبيحط إيده على الأندروير. بس هون إيوا تصحى على حالها وبتبعد عنه فورا وبتخبره انها تذكرت مكان الكريم الخاص بجولكا، وبتدخل على الحمام وهي مو عارفة حالها شو عملت وليش عندها كل هالمشاعر تجاه أدريان. وبعدها بتطلع من الحمام وبتعطي الكريم لأدريان وبتضل تتفرج عليه كيف عم يسبح، بس بدها اياه يفل من البيت ضروري لأن مو قادرة تمنع حالها عنه. وهون لما بيطلعوا أدريان وجولكا من البحيرة ايوا بتخبره انه ابوه اتصل وبده المفاتيح، وجولكا بتستغرب وبتسألها ليش لحتى يتصل لعندك. وايوا بترد عليها انه لما كنتوا انتوا عم تسبحوا ما كان في شبكة بموبايل ادريان ولهيك اتصل لعندي. وادريان بيطلع على موبايله وبيشوف انه عنده شبكة وما بيشوف ولا اتصال من ابوه، وبيروح لعند ايوا وبيخبرها انه هو عارف انه ابوه ما اتصل وبيسألها ليش هيك عم تعمل. وهون ايوا
بتخبره انه هي خايفة على بنتها منه وبدها تعرف بالضبط شو نوع العلاقة اللي بينهم. وأدريان بخبرها انه هو بيحب جولكا، بس هي ما بتقتنع، خاصة بعد كل الحركات اللي صارت بينه وبينه. وإيوا بتكون متأكدة انه أدريان عم يكذب وانه هو ما بيحب جولكا، بس أدريان بيخبرها انه مو عارف يسيطر على مشاعره وانه هو بيحب جولكا عن جد. بس بنفهم من كلامه مثل كأنه عم بيلمح انه هو بيحبها كمان لإلها ومو عارف يسيطر على مشاعره معها. ومن هاللحظة منشوف انه إيوا انجذبت اكتر لأدريان وصار بدها تكون معه بأي شكل، وهي مو عارفة تسيطر على مشاعرها كمان. وهون أدريان بيكون بده يمشي وبيودع جولكا وبيبوسها، وإيوا بتطلع عليهم وبتغار كتير، بس بتحاول تمنع حالها وتسيطر على الموقف. وهون بتدخل جولكا لعندها وبتسألها ليش بتكره أدريان وليش خلته يمشي، بس إيوا ما بترد عليها. ومنشوف جولكا مثل كأنها شاكة فيهم، وبتسألها وبتخبرها إنه أدريان بيسأل عنك كتير وبيسأل كتير عن تفاصيل خاصة فيكي. وإيوا بيتحرك عندها الفضول أكتر وأكتر، وبتكون بس بدها تعرف شو الشيء اللي مهتم فيه أدريان وليش عم يسأل عنها وشو الأسئلة بالتفصيل. وبتصير تسأل بنتها لحتى تخبرها وتحكي لها شو حكت لأدريان عنها. وجولكا بترد عليها وبتخبرها انها حكت له عن قصة امها بالبحيرة لما تحممت وهي بلا ملابس تماما، وكيف كل الجيران انزعجوا منها، وخاصة انه كانت عم تتحمم بالبحيرة بهذا الشكل وبلا ملابس نهائيا، والشرطة حذرتها وطلبت منها ما تكرر هالتصرف. وبتستغرب إيوا كتير من بنتها انه كيف بتحكي هيك قصة خاصة بامها لأدريان، وبتصير تتخيل ردة فعله. ومنشوف انه جولكا عم تعمل الجاتو الخاص بعيد الميلاد وبتطلب الحليب من امها، وبتروح امها لتجيب لها الحليب، ومنشوف انه في كتير حليب عندهم، بس إيوا بتخبرها انه ما عنا حليب وراح روح فورا واشتري لك. ومنشوف بعدين انه هالشي مجرد حجة بس لحتى تطلع من البيت، وبتطلع فورا بالسيارة وبتمشي على نفس الطريق اللي فل منه أدريان. وبالفعل بتشوفه على الطريق وبتطلب منه يطلع معها بالسيارة، وبتضل تطلع عليه لحتى يحكي او يخبرها اي شيء، بس أدريان ما بيحكي ولا كلمة. وفورا ومن دون مقدمات بيصير يلمسها ويتقرب منها، وبتكون إيوا هذا الشيء اللي عم تخطط له. بصير أدريان يلمسها ويتقرب منها اكثر واكثر، وهي بتبادله نفس المشاعر والحركات، وبتنتصر المشاعر الفيزيولوجية الطبيعية بينه، وبيعملوا لأول مرة كذا مزة. اللي فهم يكبس لايك. يعني إيوا ضلت وراه لحتى خلته يعمل معها علاقة وكذا مزة، وبتكون استمتعت على الآخر، ونحن المشاهدين استمتعنا كمان. وأنا نوردان عدت المشهد مرتين لأنه مشهد فيه تفاصيل كتير لازم أعرفها كمشاهد لحتى أعرف لخص الفيلم وما حدا يفهمني صح. المهم بعد ما خلصوا الكذا مزة تتصل فيها جولكا مثل كأنه قلبها حسة إنه حبيبة وإمها عم بيخونوها، بس إيوا ما بترد عليها. ولما يرجع أدريان على السيارة بيشوف إنه إيوا مو سعيدة، على عكس المشاعر اللي كانت حستها خلال العلاقة. يعني بلشت تحس بالذنب تجاه بنتها. يعني عن جد هلأ صحي ضميرك وتذكرتي بنتك، ما كان فيك تتذكري ضميرك قبل كذا مزة. وبيطلع أدريان بالسيارة وبيحاول يحكي مع إيوا ويعدلها مزاجها وبيعطيها سيجارة وبيصير يغازلها ويلمسها، بس إيوا بتكون مزعوجة كتير وبتطلب منه يبعد عنها. ومنشوف أدريان انزعج كتير وبيطلع فيها مثل كأنه عم بيفكر بشي وعم بيخطط لشي خطير، ورح نعرف بعدين شو كان عم بيخطط. وإيوا بتطلب منه ينزل من السيارة وبينزل أدريان بالفعل. وإيوا بتفكروا انه خلص هو طلع من حياتها نهائيا، وبترجع البيت لحتى تحتفل مع بنتها بعيد الميلاد. بس بتتفاجأ لما بترجع البيت انه ديكور البيت تبع عيد الميلاد كله خربان وواقع على الارض، وبتخاف كتير وبتتفاجأ وبتدخل فورا على البيت لحتى تعرف شو صاير. وبتشوف جولكا جالسة على الارض بالمطبخ وعم تبكي، وجولكا بتعاتب امها وبتسألها ليش ما ردت عليها لما اتصلت، بس إيوا بتخبرها
انه كان الهاتف صامت وما شافت المكالمة، وبتسأل بنتها ليش حطمت ديكور عيد الميلاد، وجولكا بتخبرها انه ما بدها تعمل عيد ميلاد، وبتصير تبكي وبتنهار، وبتنزل امها لعندها وبتطلب منها تحكي لها شو صار. وجولكا بتخبرها انه ادريان بعت لها رسالة كاتب لها فيها انه هو انفصل عنها وما عاد راح يشوفها مرة تانية ابدا. ايوه بتحاول تواسي بنتها، وجولكا بتتعاطف مع امها وبتخبرها انه يا امي كان معك حق لما حذرتيني من ادريان، يا حرام هالبنت شو مسكينة مو عارفة شو عملوا فيها. وبتضل جولكا تبكي بحضن امها لوقت طويل، وبتكون دموع جولكا عم تحرق ايوا لان كل هالحزن والدموع بسببها، وبتحس كتير بتأنيب الضمير لانه هي كانت السبب بانهاء العلاقة بين بنتها وادريان، وكله بسبب مشاعرها وحبها للكذا مزع مع حبيب بنتها، يعني ما لاقت حدا غيره لحتى تحبه وتعمل معه كذا مزع. وبيخلص المشهد ومشاعر التأنيب الضمير عم بيلاحق ايوا، وهون بيخلص الفيلم. انتو خبروني بالتعليقات شو رأيكم بالفيلم، ويا ترى ممكن تصير هيك قصة عنا بالوطن العربي او لا؟ وإذا كنت جديد معنا بالقناة لا تنسى تنضم لعائلتنا بالقناة وتفعل زر الجرس وتنضم لعائلتنا. كان معكم نوردان، يلا سلام يا أحلى عيلي.